تحكموا على الشكل اللي انتوا هتشوفوه. شايفين الترميلة طالعة، المعلقة اصلا طالعة السمنة فيها مرملة ازاي. ترميلة ولونها ابيض جميل جدا وريحتها حلوة، وزي السمنة البلدي في الترميلة بتاعتها، وتحطيها على الاكل بتاعك ما بتبانش انت حاطة دهن. يعني زي ما تكوني حاطة دهن مثلا صافي لوحده كده، ممكن يبان ان هو في ريحة زفارة شوية زناخة يعني في بيبقى ريحة دهن، الدهن باين. ده ما مش هيبان خالص. انتوا فاهمين قصدي؟ شايفين الترميلة بتاعتها؟ هوريكم بقى الترميلة بتاعتها. بصوا مرملة ازاي. أنا تعلمت في الحياة أن أستعمل سلاح المحبة. ثانيا، وهو بقدر أهمية الحب، أن تدرك أن التعب هو الطريق للنجاح وللراحة. بدك تؤمن أن الراحة مضرة للصحة، قناعة. وأنا جربتها، مش لأني أنا بدي أشتغل غصبا عني، لا، لأني أشعر بأنني مرتاح لأني عم بشتغل. الشغل راحة، الشغل هو راحة صحية، راحة نفسية. واللي بيقول لك ارتاح وخذ راحة، قل له طيب ليش ما بتريح قلبك؟ القلب يضخ دم على مدى 24 ساعة طول ما انت حي. عندما يتوقف ويرتاح بموت الإنسان. كذبة هاي قصة الراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تسييح الدهن وتحويله ازاي، هنحوله سمنة بلدي، وهتشوفوا معايا الترميلة بتاعته والشكل. وانا بقول لكم ان طعمه جميل جدا، وتحطوه في الاكل مش هيظهر معاكم ان انتوا حاطين دهن خالص، وطعمه حلو جدا في الاكل، وبطريقة سهلة اوي هتعجبكم. معاكي كمية الدهن ايا كانت الدهن، اقولك على كمية كيلو واحد، وايا كانت الكمية اللي انت هتسيحيها. معاكي كيلو واحد من الدهن، دهن البقري، دهن غنم، اي نوع دهن عندك. آه ده ينفع برضو السنم بتاع الجمل اللي هو دهن الجمل. ايا كان النوع الدهن هنجيبه، اما تقطعيه قطع صغيرة زي اللي انا عاملاها ديت، وتبدأي تحطي عليها كوباية مية صغيرة لو حسب بقى كمية الدهن عندك، وتبدأي تسويها على النار، يعني دوبك تغلي معاكي، وتبدأي تهدي عليها كده. بدأت تسلي معايا زي ما انتوا شايفينها. هبدأ انا كده اضربها. طيب انتي مثلا ما قطعتهاش قطع صغيرة، ممكن تفرميها في الكبة من الأول. لو فرمتيها في الكبة هتقعدي تقلبي فيها هتسيح معاكي بسرعة، وهت ومش هتحتاجي تحط لها ايه المية. بس انا كان عندي، يعني انا عاملة كمية يعتبر 4 كيلو دهن، فانا قطعته، يعني استسهلت ان انا ايه، ما قلت بعد كده هبقى اضربه، فانا ضربته بعد كده بالهاند بلندر. حطيت له كوبايه الميه زي ما قلت لكم استوى فيها، وبعدين قمت بعد ما استوى خلاص يعتبر مسكت حته الدهن معايا لقيتها استوى. قمت طحناه بالهاند بلندر، او في الخلاط، او في الكبه، اي كانت الوسيله اللي انت هتطحنيه فيها. شايفين شكل الدهن بدأ يسح معايا خالص اهو. بعد ما ضربته بتشيل الريم بتاعه من على الوش، اي ريم قدامك، وبيغلي معاكي، وتهدي عليه برضو النار لحد ما تنيه يغلي معاكي كده، وانت مهديه النار، ويستوي ال الدهن بتاعك، والمرتة اللي بتطلع منه من تحت دي برضو بتستوي. هنبدأ نحط عليه ايه بقى؟ هنبدأ نحط عليه لبن جاموسي. لبن جاموسي مش شايله الوش بتاعه، لا بخيره. يعني تجيبي لبن كامل الدسم. انا هحط على كل كيلو من الدهن نص كيلو من اللبن. انا هحط على كل كيلو من الدهن نص كيلو من اللبن، انا بكلمكم على كل كيلو من الدهن. انا حطيت على 4 كيلو دول 2 كيلو لبن. طيب هنحط نص كيلو اللبن، وهنبدأ برضو نسيبينه موطين النار عليه، اي رين بنشيله لحد ما اللبن يختفي زي ما انتوا شايفين كده اختفى، والسمنة رجعت تاني. هبدأ احط تاني بقية الكمية. انا عندي كيلو واحد، احط له نص كيلو خلاص. اول ما تسيح معايا وترجع تاني اللبن يتشرب الكمية اللي معايا، ويبقى مفيش لبن، وزي ما انتوا شفتوها ساحت خالص كده. او انت اول ما بتحط اللبن بتبيض معاكي،
هتاخد غلوة معاكي وتهدي عليها النار زي ما انتوا شايفين كده بيبقى شكلها كده في الأول، وترجعي توطي عليها النار ويبقى معاكي زي أكنك بتسيحي سمنة بلدي. والمرتة بتاعتها اللي بتطلع شايفين لونها، هوريها لكم برضو في الآخر، في آخر لما احطها في علبة. شايفين لون المرتة عامل ازاي؟ جميلة جدا ولونها ذهبي زي المرتة العادية خالص. وطعمها بقى جميل. أنا بحطها في الطبيخ، يعني بامية، أي حاجة من الحاجات اللي أنا بحطها بتاع الطبيخ يعني. ما بتبانش. بحطها في المحشي. جميلة على فكرة، جربوها مش هتندموا. بحط عليهم معلقة من الملح وأقلب كده. يعتبر السمنة بتاعتي كده خلاص خلصت. حطيت كل كمية اللبن اللي موجودة معايا وسيحتها كده واستوت. لازم الدهن بتاعك المرتة بتاعته تستوي، والسمنة تصفى خالص، ما يبقاش فيها اي حاجة علشان ما تعفنش معاكي. هنحط ايه بقى فيها؟ هنحط ليمونة هنعصرها، بتشيل الزفارة، يعني اي زفارة اي ريحة، اي حاجة مش عاجباكي كده بتخليها صافية وريحتها حلوة. بتحط برضو قشر الليمون فيها، يعني تعصروا ليمونة وترمي القشرة بتاعتها، وتسيبيها يا دوبك يعني 10 دقايق ولا حاجة، وبطلع القشر بتاعتها تاني. بتدي ريحة حلوة للسمنة. السمنة بتاعتك بتبقى معاكي في الآخر، أي ريم بتشيليه. آه السمنة بتطلع معاكي في الآخر جميلة وريحتها حلوة وصافية. وهنصفيها، وناخد المرتة دي نحطها في علبة نطبخ بيها زي ما انا قلت لكم، نحطها على الطبيخ. والسمنة هنحطها في برطمانات زي ما هوريكم، ونطبخ بيها. بتاخدي معلقة تحطي منها على مع حبة زيت على الرز، على الطبيخ، أي حاجة يعني بتعملي بيها أي حاجة في الطبيخ بتبقى جميل. دي كده بعد ما بردت عبوها في البرطمانات بعد ما تبرد، مهم شوية سخنة عشان يعني لا قدر الله ما تلسعكوش، وعشان برضو تبقوا واخدين حذركم. شايفين صافية ازاي؟ هبدأ أجيب برطماناتي. انا معايا برطمانات من مغسلاها منضفاها معقماها ومنشفاها. وهبدأ احط بقى فيها السمنة بتاعتي باردة خالص اهيت. هبدأ احطها فيه عشان برضو الازاز بتاع البرطمان ما يفرقعش معاكي لو السمنة سخنة، عشان لو حاجة يعني وانت بتصبي مثلا جت على ايدك ما تلسعكيش، تبقي في الامان يعني. هبدأ اعبي البرطمانات بتاعتي. شايفين لون السمنة؟ تشوفيها تقولي سمنة بلدي، يعني اللون بيتكلم عن نفسه. وفي دلوقتي ريحة سمنة بلدي ممكن تجيبيها وتحطيها عليها. ريحة السمنة البلدي برضو بتخلي ريحة الأكل جميلة، بتديك ريحة السمنة البلدي. وممكن تحطي كمان، يعني أنا ما كانش عندي بس أنا حاطة لبن كامل الدسم، تحطي لو عندك مثلا قشطة، حبة قشطة تحطيهم برضو عليهم وتسيح في قلب برضو الدهن ده، هيخليك ريحة الدهن بتاعك برضو سمنة بلدي، يعني لبن برضو ومع القشطة. آه دلوقتي انا كده. وممكن تحطي اللبن تحطيه في التلاجة تاخدي وشه يعني من بالليل، وتاني يوم تحطي اللبن وتحطي القشطة، يعني يكون كون قشطة. شايفين المدة زي ما انا وريتها لكم؟ وشايفين السمنة صافية ازاي؟ دلوقتي لسه ما بردتش. اول ما تبرد كده زي ما انتوا شايفينها كده ايه، بردت معايا. اوريكم شكلها وعايزاكم انتوا تحكموا على الشكل اللي انتوا هتشوفوه. شايفين الترميلة طالعة، المعلقة أصلا طالعة السمنة فيها مرملة ازاي؟ ترميلة ولونها أبيض جميل جدا وريحتها حلوة، وزي السمنة البلدي في الترميلة بتاعتها. وتحطيها على الأكل بتاعك ما بتبانش انت حاطة دهن، يعني زي ما تكوني حاطة دهن مثلا صافي لوحده كده، ممكن يبان ان هو في ريحة زفارة شوية زناخة يعني في بيبقى ريحة دهن، الدهن باين. ده ما مش هيبان خالص. انتوا فاهمين قصدي؟ شايفين الترميلة بتاعتها؟ هوريكم بقى الترميلة بتاعتها. بصوا مرملة ازاي. لو انتوا يعني مش مصدقين مثلا الوصفة، جربوا في نص كيلو من الدهن. هاتوا نص كيلو من عندك، بتاع الجزار مش غالي، نص كيلو. وجربوا وحطوا عليه ربع كيلو لبن، وجربوا. لو عندك معلقتين قشطة حطيهم، آه، ريحة سمنة بلدي حطيها. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الصورة اصلا بتتكلم عن نفسها. ولو عايزين السمنة بتاعتكم مثلا لونها أصفر أكنها زبدة بقري ومتسيحة، حط لها رشة كركم هتديكي معاكي اللون الأصفر. وممكن تحط زيت، في ناس كمان بتزود زيت على الدهن، وده يعتبر دهن صافي.
انت لو زودتي زيت بيبقى اخفف كمان من التقل دوت. ويا رب طريقة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم بحاجة من النهاردة. ولو عجبتكم يا ريت تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو بتشوفيني على الفيس اعملي متابعة ولايك عشان برضو تتابعيني ان شاء الله ويوصلك مني كل جديد. ولو عايزين اي حاجة اكتبوها لي ان شاء الله في التعليقات اعملها لكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.